خلاص خلصت الكلية رسميا، بقيت خريج. بعد الصور والتسقيف والفرحة وألف مبروك بتقف لوحدك وبتقول طب بعدين ماذا بعد التخرج؟ يمكن أول حاجة تيجي في دماغك هي الجيش. هدخل هأجل؟ طب ولو دخلت سيب الدنيا سنة؟ لو أجلت أستغل وقت إزاي؟ ولا أسيبه يضيع زي ما ضيعت 4 سنين الكلية ولسه بتقول لنفسك تطلع لما تكبر؟ سؤال إجابته المفروض كانت دلوقتي، بس أنت أجلتها. زي كل حاجة كانت ممكن تبني مستقبلك وتخليك أحسن. سيفت كورسات، سيفت بودكاست، سيفت رود مابس لمجالات كتيرة واللغات المفروض كنت تبدأ فيها بمحصلة صفر. دلوقتي لازم تاخد قرارك، يا تبدأ دلوقتي هتفضل واقف مكانك وبتندم على كل يوم انت ضيعته. بس الأول كان عندك حجة للتأجيل، انت دلوقتي في وش المعركة. عمرك فكرت انك هتكون أب؟ وبعدها على طول بتيجي في دماغك عقبال فرح، عقبال بدلة العريس. طب انت جاهز فكريا، ماديا، نفسيا، عاطفيا، ولا انت عايز تقلب؟ الجواز مش وردي زي ما الافلام والمسلسلات بتصوره لنا. الجواز مسؤوليه، بل مسؤوليات. سمعت الكلمه دي كتير، عارف، بس تعالى نصالح بعضينا. انت هتشيل مسؤوليه اسره وبيت وتربيه. عمرك فكرت انك هتكون اب؟ انت اعرف حد ليك؟ هل انت عايز نسخ مكرره منك؟ عايز ولادك يكونوا زي ما انت مع اهلك؟ عايز ولادك يكونوا بتفكيرك ويقفوا قدامك وتشوف نفسك فيهم؟ جاوب وهتعرف هل انت جاهز للخطوه دي فعلا ولا لا. ندخل بقى على خناقات الشغل. اشتغل في مجالي ولا افتح مشروع؟ طب هل فلوسي هتكفي ولا اتعلم مهارة من اول وجديد؟ طب واللي اتعلمته في الكلية هيفيدني؟ ندمان؟ كم مرة سمعت بودكاست او نصيحة بتقول لك لازم تستغل وقتك في الكلية، السنين اللي انت بتبقى فيها حقل تجارب للدنيا، عشان تتعلم وتاخد خبرة عملية وحياتية واجتماعية. جاي دلوقتي تسأل نفسك تشتغل ليه وازاي؟ مستعد تضحي بكام سنة عشان تعتمد على نفسك وما تبقاش على حد؟ الاختيارات كتير وخايف تضيع على نفسك فرصة؟ ريح قلبك، رزقك مكتوب من قبل خلق البشر. بس اسعى وابدأ حتى لو شايف ان المكان مش مكانك والمجال مش مجالك والتخصص مش تخصصك والفلوس اقرب انها تكون حسنة مش مرتب. الشغف في الحياة قد يكون كذب، لان المحرك الاساسي هو الاحتياج. بدايتك في شغل انت ممكن تكون شايفه مش مناسب، ممكن يكون بداية لطريق النجاح. متستناش الفرصة، الحياة تحدي. ابدأ في اقرب فرصة واسعى لخلق فرصة جديدة بالامكانيات المتاحة. بس في الحقيقة مفيش خريطة واضحة، في بس اسئلة وقرارات وتجارب. انت مش مطالب تعرف كل حاجة، بس مطالب تبدأ حتى لو بخطوة صغيرة. انت مش بتأخر، بس لازم تبدأ. ايا كانت البداية فهتخلق لك مسار للنجاح حتى لو فشلت في الأول. في الحقيقة مفيش طريق ممهد إلا طريقك لسريرك. سيبك من أفورة الميديا، محدش بيتولد عجوز ولا غني. لا، ممكن عادي غني. قول لي بقى ايه السؤال اللي شاغل بالك من ساعة التخرج؟ ولو مش في الحلقة اكتبه لي في كومنت ونتناقش فيه، وعرفني لو انت خريج ولا لسه. وفي النهاية ما تنساش ان كل الكلام ده من وجهة نظري.